سلام عليكم. هناك من يظن أنه قد نال رضا الله وضمن القبول وأنه من أهل الخير والصلاح. الإشكال أن دليله على خيريته هو تتابع النعم عليه، اتساع رزقه وكثرة مكاسبه. يرقى في عمله فيقول هذا لأن الله راض عنه، يرزق بيتا، سيارة، يكسب صفقة كبيرة، فيحدث نفسه هذه رسالة من الله أنني على خير. يرى غيره مبتلا وهو في عافية فيحسب أن قدره عند الله أكبر. لا أخفيك أني لم أفهم الأمر وكيف يجب علي أن أتفاعل مع الحالتين، ثم قرأت قول الله تعالى الذي يثني فيه على أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مسارعون دوما للخير. إن نزلت بهم نعمة خافوا أن يكون ذلك استدراجا من الله، وإن نزل بهم ابتلاء خافوا كذلك أن يكون غضبا من الله. هذه الآية أوضحت الصنف الأول تماما. الآية تصف حالهم: مسارعة ودعاء وخوف وخشوع، كلها مجتمعة. لكن ماذا عن الصنف الثاني؟ من يظن إمداد الله له بالنعم دليلا على خيريته. اسمع هذه الآية: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هنا يتضح الفرق. ليس كل من أعطي واطمأن قد سبق، ولا كل من منع وخاف قد تأخر. حسنا، ما هو الميزان؟ من الذي له السبق؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الميزان هو حال القلب، أن يكون وجلا خاشعا حتى في لحظة العطاء والبذل. يا أخي، عمر بن الخطاب الذي فتحت في عهده الأمصار وارتجت لعدله الممالك يقف أمام حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله: نشدتك بالله أنا منهم؟ يعني المنافقين الذين يعرفهم حذيفة. وهو عمر. تسارع النعم إليك لا يعني أنك على خير، فقد تكون ممن قال الله فيهم: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أما مسارعتك أنت في القيام بحق هذه النعم فهي دليل على خيريتك. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.